اطلقنا مبادره اسمها القدوه. القدوه ليها كمان كده شعار جانبي بنقول هي بس الامل. بس الامل عند كل مواطن مصري شريف. هي بس الامل عند كل واحد يعمل من اجل وطنه، من اجل اهله، من اجل بلده دون انتظار مقابل. يعني ايه؟ يعني النماذج اللي شغاله، هل النماذج دي هم اللي هيلتزمونا؟ لا، احنا اللي هندور عليهم. احنا اللي هندور على نماذج القدوه، فلاح، مزارع، عامل، عسكري، ضابط، طبيب، مدرس، مهندس، ايا كان هو، ولكن يهمنا انها تنطبق عليه المعايير اللي احنا قلنا عليها. المعايير اولها ان يكون مؤثرا في محيطه، مؤثرا في مجتمعه، لا ينتظر مقابل لما يقدمه. وده الاهم. يعني انا مش بعمل المنتظر خلاص، انت بتعمل خط المقابل، انما طالما انت شغال وبتكافح وبتناضل من اجل الحفاظ على الدوله المصريه دون انتظار مقابل، على الدوله المصريه انها تبحث عنك وتكافئك وتسلط الضوء عليك وتكون النماذج الحقيقيه اهي. وهي دي النماذج اللي احنا هنبرزها في الاعلام. عشان كده احنا قلنا ايه؟ لما هنختار النماذج القدوه ديت، مش بس هنروح نديله شهاده ولا هنديله مكافاه ماليه ونقول له شكرا انك قدوه، لا، ده احنا هناخد النموذج ده ونشتغل عليه على الاعلام زي ما هم اشتغلوا على النماذج السيئه وظهروها اعلاميا. لا، احنا هنشتغل على النماذج دي ونظهرها اعلاميا ونقول لا، زي ما انتم بتتكلموا احنا عندنا نماذج القدوه في كل المجالات، في كل شبر على ارض مصر، نماذج نتشرف فيها، نماذج موجوده. وهو ده اللي احنا بنقول، احنا بنشيل النماذج اللي موجوده. احنا كل الحكايه احنا بننفض الغبار من عليها عشان نبروزها ونقول دايما الثروه المصريه او الشباب المصري او ابناء الشعب المصري هم عاملين زي الالماس، عاملين زي الجوهره كده. المشكله ان انت بتسيبهم فبيجي عليهم شويه تراب ما بيبانوش، انما طول ما انت بتشيل الغبار ده وتقاس كده زي ما جاب فوطه كده وتلمع، يبقى يعمل ايه؟ يقول لك دايما من سمه الجواهر انها بتشع نور على الاخرين. يعني عشان كده احنا بنقول لك ايه؟ احنا بقى الجوهره دي احنا هنشتغل عليها يمكن مش بس بقى كده، احنا هنعمل ايه؟ هنخلي لجان تنزل تدور في كل المراكز وفي كل القصور والنجوع. اللي عارف حد ويعرف نموذج النماذج اللي احنا طبقا للمعايير اللي احنا قلنا عليها يتقدم لينا ويقول لنا في لينك موجود وفي صفحه فيسبوك وفي كل حاجه، كل الوسائل، وفي لجان موجوده هنا، لجنه عليا موجوده في المحافظه، وفي لجان في كل مركز. يعني احنا بنسهل برضه انك توصل لنا. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيمس الامل عند كل مواطن مصري ويشعره ان الدوله شايفاه. خلي بالك العامل النفسي هنا مهم جدا. انا لما اكون شغال وبشتغل انا مش منتظر حاجه، بس لما الاقي حد كده يجي يطبطب عليا ويقول لي ايه؟ لا انا شايفه. مش اي حد، ده الدوله تيجي تطبطب عليك كده وتقول لك لا انت بتشتغل ومش منتظر حاجه ومش منتظر مقابل، بس احنا كدوله شايفينك ومقدرين شغلك. طب انتوا عارفين ده بيعمل ايه؟ مش بس بيبث الامل عنده هو، بيشجع كل المحيطين بيه ويشتغلوا زيه. يعني انا لما الاقي ايه؟ الناس شغاله يقول لك ايه؟ لما الاقي فلان دوت بيتكرم قاعد جنبي واتكرم. وليه؟ طب هو اتكرم ليه؟ لان هو اشتغل في البلد وعمل وسوى. طب انا اعمل زيه وانا خسران ايه؟ صح كده ولا غلط؟ يبقى انت هنا بتحس اللي حواليه عشان يشتغلوا زيه. وبيكمل. يعني انا عايز اقول ايه؟ تعزيز فكره الولاء والانتماء للوطن مش قضيه سهله. مش قضيه سهله ان انت تعمل ده، ان انا بخدم بلدي ولاقي بلدي، بس برضه خلي بالك بلدي شايفاني، بلدي حاسه بيا، انا مواطن بسيط، بس يعني البلد هتطبطب. صح كده؟ مش دايما بنقول كده؟ طب البلد هتطبطب عليك وهتروح لك لغايه عندك، واللي عارفك يدلني عليه، واللي انا مش عارف اوصل له حد يوصلني ليه. ولو الاهل نفسهم شايفين ان هو نموذج وقدوه يقولوا لنا، واحنا هنبحث. يعني احنا عاملين لجان في كل مركز ليه؟ عشان يبقى عندنا بحث عن النماذج دي، واللي مش عارفين نوصل له يوصل لنا عن طريق اللينكات اللي هنعملها يوصل لنا. وهنقرر هيبقى في تكريم عنه في المركز، هيبقى تكريم في المحافظه، وان شاء الله سياده المحافظ ومعالي النائب بيوافقوا لنا على ان احنا في الاخر هنجمع مثلا، لو قدرنا مثلا نجمع في المرحله الاولى 50 نموذج هنكرمهم ونعمل لهم احتفاليه ونسلمهم ونروح ونسلط عليهم الاعلام ونقول ادي النماذج بقى، يلا نشتغل على النماذج دي.
يا فلاح بقى وعامل ومش عارف ايه، احنا مش بدور نماذج القدوه اللي زي الدكتور مجدي كتير. هو قلنا خلاص الدكتور مجدي القدوه عالم راجل جليل، لا احمد زويل عالم جليل، اللي مش عارف محمد صلاح في الكوره عالم جليل. لا احنا بقى هندور على الناس الثلاثه، الناس البسيطه. فاهمين الفكره بتاعت القدوه؟ يعني انا بدور على نماذج القدوه من المجتمع من تحت عشان نقدر نبث الامل عند الناس.